إلا بغيتي شي حاجة مقرملة وفي نفس الوقت طرية، عليك بهاد الاقتراح. وجدتي الحليوة نهار العيد وباغا تزيدي شي شكيل آخر، عليك بهاد الاقتراح. إوا خليك معايا حتى تشوفي الاقتراح. في إناء كندير راس المعلقة د الملحة مع 2 بيضات يكونوا كبيبرين، وإلا كانوا صغار ديري 3، مع كاس لاروب ديال السكر حبيبات، وإلا كتبغي الحلاوة ديري كاس، مع معلقة كبيرة ديال العسل عندك يتنسايها، مع 2 خنيشات ديال الفاني، وإلا بغيتي تحكي شي حامضة ولا برتقالة. كنخلطو هاد الخليط مزيان حتى كيذوب السكر، وكنزيد كاس ديال الزيت، وكنرجع نخلط مزيان، وكنضيف الكاس الأول ديال الدقيق، والكاس الثاني ونص كاس من الكاس الثالث 2 خنيشات ديال الخمارة الحلوة. كنخلط الخليط وغادا نزيد هاد نص كاس اللي بقى ليا ديال الدقيق. هاد الخليط انا هز ليا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق ماشي بومبي ومعلقة. الخليط كنجمعوه بريوس الاصابع، وهذه المعلقة اللي قلتلك تاهي غادا ندخلها في العجينة تا ولات بهذا الشكل. غادا تشعلي الفران غير من التحت، النار كتكون متوسطة وتخليه يسخن على خاطر حنا كنعرفو الكاليط كيكون الشكل ديالو دائري. هاد المرة غادا نصايبو بيضاوي. الاسامي ما عندناش فيها مشكل، يكون بيضاوي يكون فاسي يكون مراكشي، المهم هو المذاق. الا بغيتي الكاليطة تجيك صغيرة اديري كمية قليلة، وإلا بغيتي الكاليطة تكون كبيرة اديري كمية كتيرة. انا هنا عطاتني 21 حبة. من بعد ما درتها بهذا الشكل هكا، دهنتها بصفار البيض اللي دايره فيه معلقه نسكافي، شرطتها هكا بالفورشيط، دخلتها للفران، طابت من التحت، شعلت عليها من الفوق تحمرت. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكاليط ديالنا. ونشوفوا الاقتراح الثاني، حليوه من 4 تشكيلات بنكهه الكراميل والقهوه توجديها للعيد. كنحتاجو ليها علبة ديال الياغورت، 2 بيضات، باكية ديال مارغرين، 2 كيسان ديال الزيت، كاس ديال السكر حبيبات، 4 معالق ديال النكهة ديال الناطا، معلقة ديال نسكافي، ورشة ديال الملح لتعديل الذوق. كنخلطوا المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كيولي على شكل بوماط. درت ساشي د الخميره وطحين على حسب الخليط، والعجينه خصها تكون هكا طريه، ملي ديري فيها صبعك تكون طريه. كناخدو كمية العجين كنطلقوها، كتجيبي الطابع اللي عندك متوفر وكطبعي هاد العجينة. انا درت كل نوع منه 15 حبة فيزيد. انا هنا طبعت بطابع كبير وطابع صغير باش نلاقيهم مع بعضياتهم. الفران شاعل من قبل، غندفع الدفعة الاولى الطيب ونكمل المراحل. هاد الشكل درتو على شكل دائري، وهذه هلال، وهاد الشكل هذا اللي عنده الودينة جا زوين. بالنسبه للتعليكه عندي كاس ديال الكونفيتير ولا ديال العسل، 8 د القطع ديال الشكلاط. غندي الكونفيتير فوق البوطه حتى كيسخن مزيان، كنبقى نحرك هكا الشكلاط حتى كيولي بهذا الشكل هذا. كنديرو هكا كل راس المعلقه ولا 4 معالق هكا في الصابلي ديالنا، ونحطو عليه الشكل اللي فوق منه هكايا. انا مذوبه كميه ديال الشكلاط اللي كحل والبيض هو باش غادي نزين. من بعد ما داب الشكلاط درتو في بلاستيكه، وغادي ندير هكا خويطات نسبق من الشكلاط الكحل هو الاول، ومن بعد غادي نعاود بنفس الطريقه بالشكلاط الابيض. جا الديكور زوين بزاف، وتا البنه غادا تجي زوينه مع نكهه ناطا والنسكافي. نخليه على جنب. هنا بنفس التعليكه كندهن هكا صابلي من الفوق من بعد ما لقيتهم كاملين الكميه اللي عندي بالتعليكه من الداخل. هنا عندي شويه ديال زريعه الكتان اللي سخنتها غير شويه صافي، بديت كنفند فيها هاد الصابلي تاهي غادا نكملها ونخليها على جنب. نفس الطريقه هنا درت الزلجلان وزينته بشويه ديال الخطوط ديال الشكلاط. وهنايا بنفس الطريقه تاهي عندي شويه ديال الكاوكاو البلدي اللي محمر ومهرمش، ولكن يبقى شويه غليظ. ملي كملته هو درت ليه شويه ديال الشكلاط البيض. كان هذا هو الشكل النهائي. عواشركم مبروكه، تبقاو على خير، نلقاو فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.